سلام، أنا نور، والنهاردة عايزة أحكي لكم قصة الأستاذ محمد. اسمي محمد، ودي أول مرة عايز أحكي قصة حياتي لحد. نفسي زي ما كل الناس بتحكي كل أحداث حياتهم، أنا كمان أقدر أقول ده في مكان واحد، لأن لحد دلوقتي ما كانش عندي الجرأة، والموضوع ده بقى عذاب كبير بالنسبة لي، لا في رجوع ولا في تقدم، وأصلاً حاسس بتعب شديد. أرجوكم ما تعملوش أي قلة احترام، لأن اللي حصل فعلاً مش بإيدي. القصة دي مرتبطة بعطلة العيد من 3 سنين فاتت، لما كنت مع مراتي مريم وواحدة من صحابها اللي كانت قريبة جداً من مراتي. قررنا نروح سفر ونقضي العطلة هناك. القصة بدأت لما سبا صاحبة مراتي كانت حاسة بقرب شديد مني، ومراتي ما كانتش عندها أي مشكلة في الموضوع، لأنها كانت واثقة تماماً مني ومن سبا، وأنا أصلاً ما كنتش في الحالة دي اللي تخلي العلاقة بيني وبين سبا توصل لحاجة أكبر. لحد ما جه ليلة سبا كان المفروض تيجي بيتنا على العشاء، لكن تليفون البيت رن، وقالت لمراتي إن العربية بتاعتها اتعطلت وهي في الطريق، وقالت كمان إن المسافة بين بيوتنا كبيرة، وطلبت من مراتي إن أنا أروح أساعدها. خلوني أحكي شوية عن نفسي. طولي متوسط بالنسبة لي مع جسم رياضي ومتناسق، بشتغل كمال أجسام من سنين، وعضلاتي كبيرة وواضحة. قمت بسرعة ولبست، وبما إن مراتي كانت بتطبخ ما جاتش معايا، رحت لوحدي. ولما وصلت لسبا لقيت العربية بتاعتها اتعطلت تماماً، وكل اللي حاولت أعمله ما أقدرش أشغلها. مش عارف إيه اللي حصل بالظبط. خلاص حاولت قد ما أقدر، العربية ما اشتغلتش. قررنا نرجع بيتنا ناكل العشاء ونفكر بعد كده إيه الحل. سبا شدت حزام العربية معايا عشان نروح بيتها سوا. الليلة دي كان مطر شديد جدا، وكانت متبللة تماما. دي كانت أول مرة أشوف تفاصيل جسمها بالشكل ده. سبا كانت ست جميلة جدا، جسمها متناسق وكبير وطويل، بالظبط زي ما دايما كنت بحلم. جسمها كان جميل لدرجة إنه كان لافت انتباهي جدا وخدتني مشاعري، لكن حاولت أسيطر على نفسي تماما. خلاصة وصلنا البيت، وبعد ما سلمنا على بعض واتكلمنا شوية، سبا راحت لبست واحدة من هدوم مراتي، وراحت مع مراتي أوضة النوم. لبست ليجن سابورت ضيق جدا ولونه قريب للجلد اللي مراتي كانت واخداه، ومعاه قميص ستاتي، يمكن نسيته أو يمكن عن قصد، وده واضح من إنه ما قفلش أول أزرار القميص. لما جه وقت العشاء قعدنا على السفرة، وكنت بشوف حاجات لأول مرة، حاجات شدت انتباهي جدا وخليت دماغي مشغول. كنت ببص على البلورات بتاعتها، وفجأة رجلي ضربتها تحت الترابيزة، وما بانتش أي رد فعل. باختصار، بعد ما خلصنا العشاء اتغير رأيي خالص عن سبق، لأن بقيت عارف إنها كمان مش ضد إنها تبقى معايا، ونظراتها كانت بتقتلني. نظرنا اتقفل على بعضنا الليلة دي، والبرتقانات اللي كانت معاها ما سابتش ليه حاجة خالص. دماغي ما كانتش شغالة، وما كنتش شايف حاجة، لأنها كانت عملت اللي عايزاه. الليلة دي عشان ترجع متأخر جدا، وبإصرار مراتي اتفقنا إن سبا تقعد معانا الليلة، وبعدين الصبح نصلح عربيتها وبعد كده تمشي. الليلة دي شفت حاجات لسه ما نسيتهاش. فجأة صحيت من النوم عشان أروح الحمام. كانت الساعة حوالي 5:30 الصبح. سبا كانت نايمة في أوضة جنب الحمام. لما كنت ماشي شفت الباب شوية مفتوح، قلت أبص أشوف سبا عاملة إيه، ولقيتها خلعت هدومها الضيقة كله ونايمة لابسة طقم أبيض. عشان شوية نور من اللمبة بره الشباك دخل الأوضة. المشهد كان جميل جدا، وكنت مندهش ومش مصدق. بعد كام دقيقة من التفرج على جمالها والمشهد الرائع، رحت على الحمام لحد ما الفجر جه، وبعد الفطار رحنا نصلح العربية وقصة الليلة خلصت. لكن دماغي فضلت مشغولة، وما قدرتش أخرج من تفكيري فيها. عدى وقت وكان فترة طويلة ما شفتشهاش سبق، لكن دماغي كانت لسه فيها، لحد ما قرب العيد واتفقنا أنا ومراتي نروح أجازة العيد. وقتها خطرت لي فكرة، قلت طب ما نسأل عن صحبتك سبا، مش عارفة رايحة فين في العطلة، ونروح إحنا كمان هناك عشان تكوني مع صحبتك. كنت عايز يمكن أوصل لحاجة.
كان عندي خطة في دماغي وكنت ناوي إذا ممكن أجرب حظي وأعمل حاجة في الضلمة. أخيراً كان واضح إنها هي كمان مش ضد الفكرة إننا نعمل برنامج مع بعض ونقضي وقت حلو، بس كان باين كأنها خايفة أو عندها إحساس بالذنب. يمكن كمان كانت مستنية إني أنا أقترح لها، مش عارف. على أي حال مراتي فرحت جدا بالاقتراح ده وكلمت صاحبتها، وهي كمان قالت إن عيلتها عايزين يسافروا، بس هي نفسها لسه ما حطتش أي خطة. مراتي في الوقت ده اقترحت عليها إن لو حابة تيجي معانا ونروح السفر سوا. في الأول كانت بتقول لأ على الفاضي، بس بعد الإصرار من مراتي وافقت أخيراً. بقى قلبي بقى طايب جداً. على أي حال كنا بنخلص حاجتنا ونتجهز للسفر. جه الوقت وطلعنا نجيب صبا ونبدأ الرحلة. لما ركبت العربية بتاعتنا كانت لابسة ستايل جامد جداً، أنا اتجننت. لبست سابورت وتوب بنفسجيين، وكمان جاكيت قدام مفتوح لونه بنفسجي فاتح اللي بيبين كل حاجة حلوة. المدام دي كانت عارفة تعمل إيه، كأنها هي كمان في دماغها حاجات. وصلنا البيت وبعد شوية راحة رحنا على البحر. بعد كده رحنا نتمشى ونشتري حاجات لحد ما جه الليل ورجعنا البيت. البيت كان مرتب جدا، كان فيه أوضتين، أنا ومراتي في أوضة وسبق في أوضة تانية. بالمناسبة سبق قالت إنها من أسبوع منفصلة عن صاحبها. يبدو أن صاحبها كان عامل مع صاحبته علاقة في البيت المشترك بتاعهم اللي كانوا بيقابلوا فيه، ولما كانت هي في العلاقة شافته مع البنت التانية واتخانقت مع البنت، واتصاب صاحبها اللي كان ناوي يتجوزها بخيبة كبيرة وانفصلت عنه. يبدو أن صاحبها كان عامل مع صاحبته علاقة في البيت المشترك بتاعهم اللي كانوا بيقابلوا فيه، ولما كانت هي في العلاقة شافته مع البنت التانية واتخانقت مع البنت، واتصاب صاحبها اللي كان ناوي يتجوزها بخيبة كبيرة وانفصلت عنه. سبا كانت حالتها المادية كويسة جدا وصرفت كتير على الراجل الغبي ده. مش عارف الراجل ده كان قد إيه أحمق إنه ساب البنت دي بكل الجمال والدلع والغنى بتاعها. باختصار أنا كمان فهمت ده واستغليت الفرصة. من الصبح للغروب كنت عامل سباح مجنون، وكنت لابس شورت قصير، ومراتي وصابة كانوا جنب البحر. كنت مخطط من قبل عشان أخلي صابة متجننة ومستعدة، ولما أطلع من المية كنت بقعد جنبها بنفس الشورت عشان تبان وتشوف. كنت واخد بالي إنه لما كنت طالع من المية عينيها كانت مفتوحة على الآخر وبتشوف كل حاجة، وما كانش في إيدي حاجة، كنت بس بدور على فرصة، وباخد بالي إنها بعينيها كانت بتقيسني كويس، ولأني بشتغل كمال أجسام جسمي كان كبير. بصراحة عشان ما أطولش عليكم وصلنا وقت العشاء ورحنا المطعم، وبصراحة هناك وأنا قاعد ما كنتش واخد بالي خالص، ما كنتش عارف باكل إيه. صابة قاعدة قدامي وبتعمل ببقها حركات باينة إنها تقصد حاجة وعايزة حاجة. رحنا البيت كتير، حكينا وضحكنا، عملنا شوية هزار، شربنا أرجيلة، ولما جه وقت النوم رحنا أوضتنا عشان ننام. بعد حوالي نص ساعة مراتي كانت تعبانة قوي ونامت بسرعة، وأنا قلت أروح الحمام، يمكن المشهد اللي شفته الليلة دي في بيتنا يتكرر تاني. كان معايا بس شورت ومشيت بهدوء ناحية الحمام، ولما وصلت شفت صبا في الأوضة مفتحة نص الباب عن قصد وبتعمل حاجة لنفسها بهدوء وبتئن شوية شوية، وأنا شفت الفرصة واعتبرتها غنيمة، وعملت بطريقة تخليها تعرف إني موجود، وقلت لنفسي لو مش عايزة على الأكتر هتقف وتقفل الباب أو تتعامل معايا. بس بصراحة على غير المتوقع شفت إنها عملت العكس، ولفت ظهرها ناحية الباب وكأنها نايمة، وأنا مع إني كنت رجليا وإيديا بيرجوا شوية فتحت الباب شوية شوية ومشيت بهدوء جوه الأوضة. كنت بهدوء بلعب وابتديت الشغل، فجأة حصل حركة صغيرة وأنا كملت عشان كنت عارف إنها صاحية، وما استسلمتش وكملت أكتر. الجلد بتاعها كان أبيض زي التلج، وكملت لحد ما شفت إنها بتعمل رد فعل.
أنا بهدوء كنت بجهز الكيك والبسكويت، والخوخ كان مليان مية، وأنا اللي بعشق الخوخ كنت هتجنن. فجأة شفت إنها رجعت وقالت لي: محمد، أنا عايزة ده بس. فقمت ودخلت على طول. كان وضعها مختلف جدا. طلعت الموز، ولما شافته اتفاجئت وبدأت تاكله، وأنا اللي كنت متحمس كمان أكلت الخوخ قد ما أقدر. ما كانش فيه روح جوه جسمه، كنت داخل بسرعة وبقوة، وبعدين فجأة شفته متجمد زي الخشب. فهمت إنه وصل للقمة. كملت بهدوء وسمح لي أكمل كله، لأنه كان بيقول إنه مع حبيبه كان كامل ومفيش حاجز. مع إني في الأول كنت خايفة، قلت يمكن أبص شوية، وقالت: أيوة، أنا بقيت مرات الولد ده اللي ملوش قيمة. باختصار كانت عايزاني أعملها بقوة، وأنا ما قصرتش وكملتها لحد ما أقدر. صرخت صرخة عالية، فغطيت شفايفها بإيدي وقلت: اسكتي، مراتي ممكن تصحى. لكن هي كانت بتقول بس بقوة، وأنا بدأت وعملت كل اللي أقدر عليه عشانها. بعد حوالي 7 دقايق حسيت إني راضي، بس هي لسه عطشانة ومش راضية. أنا كمان ما سبتش يحصل، وهديتها بالمية المثلجة اللي جنب إيدي عشان أقدر أكمل تاني. كانت بتقولي إنها نفسها يوصل الموضوع إنها تتجنن، وما كنتش مصدق إنها عايزة كده لدرجة كبيرة. رميت نفسي في الموضوع وبدأت تاني. باختصار كان كل حاجة رائعة، وكنت مبسوط، وكانت بس بتقولي إنها عايزة أكتر. شفت إنها رجعت توصل للقمة وبقت خارجة عن نفسها خالص، وأنا بعد حوالي 10 أو 15 دقيقة من الاستمرار خلصت الموضوع. كنت خلاص طايش عن الوعي تماماً. باختصار دلعتني كتير، وأنا كمان استمتعت جداً. رحت الحمام ورتبت نفسي كويس، وبعد كده دخلت أوضة والموضوع خلص. كنا ناويين نقعد يومين كمان. باختصار في اليومين اللي بعدهم ما عملناش حاجة خالص، لكن من ساعتها بدأت علاقة بينا، وبعد كل فترة كنا بنكون مع بعض. كنا مبسوطين جدا، والموضوع عدى. خلال الفترة دي مع إني استمتعت معاها جدا، لكن بصراحة ما بقتش عايز أخون مراتي مريم. بصراحة كنت خايف جدا، لأن مريم كانت مهمة بالنسبة لي، بنت هادية ولطيفة جدا، لكن صابة كانت غريبة قوية في قلبي. من ناحية كان عندي شعور بالذنب ويأذيني، ومن ناحية تانية ما كنتش قادر أتجاهل صابة والفرحة اللي كنت بحسها معاها. لحد ما في يوم طلبت مني نلتقي. كانت بتقولي إنها نفسها تكون معايا، وكمان مع واحد من زمايلي في النادي، يعني علي، اللي كان شافه مرة قبل كده في نفس الوقت. لما سمعت كلامها اتصدمت جدا وما قبلتش خالص. في البداية كانت مصرة جدا وبتقول إن بسبب الغيرة والعصبية اللي كنت حاسس بيها من صاحبها السابق كانت نفسها تبقى مع ناس تانية عشان تهدأ، لكن دلوقتي بقيت عايزة تجربة حاجات أكتر كل يوم. العلاقة دي كانت مؤثرة عليها جامد، وكانت نفسها تنبسط على كل الجوانب. باختصار ضغطت عليا لحد ما قدرتش أرفض، وكنت مش عايز صاحبنا علي يعرف أي حاجة عن اللي بيني وبين صابة، لكنها ضغطت عليا جدا، وحتى بدأت تهدد إنها هتحكي لمراتي، واضطريت أخيراً أوافق وارضى بطلبها لمرة واحدة. لحد ما في يوم طلبت مني نلتقي. كانت بتقولي إنها نفسها تكون معايا، وكمان مع واحد من زمايلي في النادي، يعني علي، اللي كان شافه مرة قبل كده في نفس الوقت. لما سمعت كلامها اتصدمت جدا وما قبلتش خالص. في البداية كانت مصرة جدا وبتقول إن بسبب الغيرة والعصبية اللي كنت حاسس بيها من صاحبها السابق كانت نفسها تبقى مع ناس تانية عشان تهدأ، لكن دلوقتي بقيت عايزة تجربة حاجات أكتر كل يوم. العلاقة دي كانت مؤثرة عليها جامد، وكانت نفسها تنبسط على كل الجوانب. باختصار ضغطت عليا لحد ما قدرتش أرفض، وكنت مش عايز صاحبنا علي يعرف أي حاجة عن اللي بيني وبين صابة، لكنها ضغطت عليا جدا، وحتى بدأت تهدد إنها هتحكي لمراتي، واضطريت أخيراً أوافق وارضى بطلبها لمرة واحدة. لما حكيت الموضوع لعلي اتصدم جدا وما كانش مصدق خالص إني عملت كده.
علي نفسه كان عايز الموضوع فوافق. في يوم كنا في بيت علي، إحنا التلاتة مع صابة. ما كنتش مصدق إن علي شاطر كده وخلاني عاجز. استمتعنا جدا وصابة كانت زي المجانين، كل اللي كانت عايزاه إنها تكمل للآخر. علي ما قصرش وخلى قلبنا ينبسط. باختصار كانت تجربة خلتني أتعود على الموضوع تماماً. بعد الحدث ده كنا دايماً بنخطط مع صاحبي وننفذ البرامج الثلاثية بسهولة. كنا غرقانين في الاستمتاع لحد إني نسيت إني عندي مراتي ومسؤولية حياة كاملة عليا. كمان صابة قللت جداً صداقتها مع مراتي مريم. أحياناً سابا كانت بتجيب أصحابها وكنا بنعمل برامج وكنا مستمتعين جداً. كان في شوية رجالة وشوية نساء وكنا بننبسط جامد، وكنت تماماً مجنون وغرقان في العلاقات دي. لحد يوم لما رجعت من حفلة فوضوية لقيت مريم جمعت كل حاجتها وسابتني للأبد ومشيت. كنت مصدوم ومش مصدق، ما كنتش عارف أعمل إيه. كانت سايبالي جواب كتبت فيه كل حاجة، وحتى ما رضيتش تكلم معايا في التليفون. رحت وراها عند بيتهم بس ما وافقتش حتى تشوفني لحظة واحدة، وبعد كده طلبت الطلاق. هناك فهمت إن سابا بعتت لمريم كل الصور والفيديوهات وكل الأدلة على اللي عملناه. مسكت راسي وضربت فيها من الصدمة لما عرفت إن مراتي شافت كل حاجة. ما كانش عندي حتى جرأة أتكلم، واضطريت أدفع لها مهرها كله، وما كانش عندي أي كلمة أقولها. ما بقاش عندي أي حاجة خالص، ما كانش عندي ولا قرش، بقيت زي الشحات. دفعت تمن رهيب، وأكتر حاجة وجعتني إني خسرت مريم، حب حياتي، عشان شهوة لحظة، وما قدرتش أقف على رجلي تاني. الصابة دي علشان تمتلكني وتفش غلها اللي كان عندها من حبيبها، خربت حياتي وحياة مراتي مريم المسكينة. حياتي اتدمرت خالص وما شفتش يوم حلو تاني، ولسه لحد دلوقتي غرقان في الوحل. كنت حابب أحكي لكم قصة حياتي علشان أقول للرجالة المتجوزين أو اللي عندهم حد في حياتهم: بالله عليكم ما تضيعوش حياتكم علشان شهوات لحظة أو ليلة واحدة متعة وتخربوا كل حاجة. بجد الندم كبير ومش مستاهل خالص. خليكم واخدين بالكم من هواكم وشهواتكم، وما تسيبوش نفسكم تبقى لعبة في إيديهم. دي حياتي واللي أنا عملته في نفسي علشان متعة تافهة ومؤقتة. شوفوا أنا وصلت لإيه دلوقتي. كل الناس عرفت أنا عملت إيه، ومحدش بقى بيكلمني، حتى أهلي ما بقوش يهتموا بيا. ما تستغربوش، أنا فعلا بقيت مخلوق مكروه. لكن علشان إيه؟ بس علشان لحظة متعة. بالله عليكم ما تضحوش بحياتكم، أحبابكم قيمتهم أعلى بكتير من كده. شكراً إنكم سمعتوا قصتي. لو عندكم تجربة في الموضوع ده أو أي رأي اكتبوهولي. شكراً إنكم فضلتوا معايا لحد آخر الفيديو. ادعموني باللايكات والكومنتات، بحبكم جداً جداً. لحد القصة الجاية، مع السلامة.